السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده عربية اليميش الجميلة القمر دي. خطوة خطوة كده مع بعض. هنبدأ كده بسم الله. هنا كده اول خطوة هنعملها ان احنا هنجيب كرتونة، وهبدأ ان انا اقص الجزء اللي من فوق، وهبدأ ان انا اثبت الجوانب كويس جدا، وهجيب هنا جزء من الكرتون علشان اثبت الجوانب واقويها. وهنا جبت علبة من الكرتون اقل منها في العرض، وجبت برضو علبة لمبة. وبدأت ان انا برضو اقويها. وهنا بعمل بقى القاعدة بتاعة العلبة اللي قدامنا ديت، وجبت هنا قماش جوخ لونه اسود. طبعا اختيار الالوان دوت يا جماعة بذوقكم وباختياراتكم انتوا. بدأت ان انا اثبتها طبعا في جزء الجوانب، وبدأت ان انا اقص الاجزاء اللي من فوق في كل الجوانب بحيث ان انا اثبتها لبره. وجبت هنا برضو القاعدة بتاعتنا، كنت مغلفاها طبعا قدامكم كده بقماشة خيامية، وهنا برضو غلفت الجزء اللي من بره ومن جوه ومن تحت بقماشة خيامية. وجبت بقى الجزء التاني اللي هو بتاع الكرتون، العلبتين الكرتون اللي هي اللمبة والعلبة التانية. بدأت ان انا اثبتهم في بعض. بعد ما ثبتهم بدأت ان انا اجيب القطن. بعد ما جبت القطن، انا هنا القطن ما كنتش فكاه، جايبه رولة القطن زي ما هي. ممكن نستبدل الخطوه ديت بكذا خطوه. ممكن نستخدم بدل القطن نستخدم الرول اللي هو بتاع الفايبر، او ممكن نستخدم الكرتون، او ممكن نستخدم كانسون، ونبدا ان احنا مثلا نعمله زي رول. وهنا بعد طبعا ما ثبت القطن كويس جدا بالشكل اللي انا عايزاه. بس هنا انا طبعا كنت مفضله القطن لسبب. القطن مرن معايا وطري، وانا كنت عايزه الجزء اللي من قدام يكون مرن وطري. فبدأ هنا ان انا لازم ان انا الزقه كويس جدا بمسدس الشمع بحيث ان هو يديني الشكل المطلوب اللي انا عاوزاه. ولكن طبعا لو استخدمناه بالكرتون او كده برضو هيوفي الغرض بتاعنا ان شاء الله. هنا بدأت ان انا بقى اغلف الجزء اللي من قدام بقماش جوخ لونه ابيض. طبعا الالوان دي يا جماعة زي ما انتوا تحبوا وزي ما تفضلوا. وجبت هنا في الجزء اللي من تحت اللي هو القاعدة بتاعت العربية من قدام، بدأت ان انا اثبت جزء من الكرتونة على نفس المقاس بتاعت بالظبط العربية بحيث العربية. ان هي تقويها وفي نفس الوقت تكون ثابتة، ما تقدرش ان هي تتفك معانا. وهنا غلفت بقى ثبت يعني الجزء بتاع الجوخ اللي من قدام، ثبته بحيث ان هو يبقى كله كده جزء متكامل مع بعض. وهبدأ ان انا اغلف بقى الكفر اللي من تحت دوت بيه برضو جزء من قماش الجوخ. وهنا برضو بقفل بقى الشكل بتاعنا بتاع العربية شبابيك كده من الجوخ الاسود. وبدأت ان انا هنا من قدام اعمل برواز كده بالفرنشة دي اللي هي الفرنشة الرمضانية، يعني كلنا عارفينها. طبعا بيبقى منها كذا لون، اللون الذهبي، وفي منها لون برضو بيبقى ابيض، وفي منها الوان تانية يعني. بس طبعا الذهبي بيكون يعني متماشي قوي قوي مع الديكورات الرمضانية. وهنا برضو كنت عاملة الشباك بتاعنا بقماشة خيامية، اللوح الازاز اللي بيبقى من قدام. هنا زي ما احنا ماشيين كده خطوة خطوة مع بعض، بدأ ان انا بثبت الفرنشات بتاعتنا. وهنا لازم اثبت بقى الجزء بقى اللي هو بتاع العربية من ورا الصندوق بتاع العربية. هبدأ ان انا احط كمية شمع مناسبة كده، واثبت كويس جدا. وهنا زي ما احنا ماشيين كده خطوة خطوة، بقفل بقى هنا بقى الفرنشات بتاعتنا. هقفلها على كل الجوانب من تحت. انا بادئه كده من تحت وماشيه خطوه خطوه مع بعض كده. وهنا كده بقفل كده اخر جزء من تحت قبل ما اقص الجزء ده كده تمام. وهنبدا بقى ان احنا نقص كده الجزء دوت. هنبدا بقى ان احنا نشتغل في الجزء اللي من فوق. هبدا كده من اول الصندوق من ورا. هنقفل كده الفرنشات بقى في الصندوق كده زي ما احنا شايفين. لو وصلتوا لهنا في الفيديو ما تنسوش طبعا اللايك. وهنا هنبدأ بقى نقفل الجزء اللي هو الجنب النهائي دوت في الصندوق بتاع العربية من ورا. بحط كده كمية من الشمع وببدأ ان انا اشتغل عليه. وهنا بقى هطلع بقى على الجزء اللي هو فوق الشباك بتاع العربية بالظبط، علشان برضو يدينا التقفيلة او النتيجة اللي احنا محتاجينها. وهنا طبعا بحط بقى ايه كمية من الشمع بتاعنا، وببدأ ان انا كده اقفل بقى الجزء اللي من قدام او البرواز يعني اللي بيبقى من قدام ده. بيدي شكل برضو بصراحة جامد جدا ورونقة كده. العربية جميلة قوي بيخليها شكل مبهج. وهنا برضو بقفل بقى الاطار بتاعنا اللي من فوق الشباك التاني.
هبدأ بقى ان انا اقفل الجزء اللي من ورا. بصراحة النتيجة جميلة جدا جدا جدا، وهتشوفوا في الاخر كده حاجة بصراحة يعني وهم جدا. هو برضو انا عملت يعني اضافات للتظبيطات اللي كانت في المقدمة. في النهاية برضو ان شاء الله هنشوف كل الحاجات دي. هنا انا كنت بقفل الجزء اللي من الجنب دوت، وهبدأ برضو اقفل الجزء اللي من الجنب التاني، بحيث ان الشكل معانا يبقى لطيف. الوردة اللي انا حطيتها ديت برضو كنت عاملاها قبل كده. هنا جبت 4 من الغطيان بتوع علب الصلصة، و4 من غطيان علب العصير كبار شوية. بدأت ان انا اغلف غطيان علب الصلصة بالقماش الجوخ الابيض. وزي ما انا قلت لكم يا جماعة، الالوان دي بمزاجكم وبالمناسب ليكم ومتاح. هنا برضو الغطيان الصغيرة بدأت ان انا اغلفها بقماش خيامية. وهنا بقى جبت بعمل كده دواير من قماش الجوخ، بحيث ان انا تدي شكل يعني كده ايه، فواصل كده شكلها حلو. العجلة العربية كده، بحيث ان يبقى ايه يعني شكل العجلة العربية كده، بصراحة شكله بيبقى لطيف جدا زي ما احنا شايفين كده النتيجة. وهنا هبدأ بقى ان انا ايه يعني بعد ما خلاص ثبتهم بقى، هبدأ ان انا بقى اثبت العجل دوت في عربية اليميش بقى الجميلة القمر اللي قدامنا دي. بس لازم هثبت كويس ايدي بحيث ان هي ما تفكش مننا، ويبقى الشمع لسه هو كده سخن. هبدأ بقى كده بقى اثبت العجلة التانية. ولازم طبعا زي ما احنا اكدنا كده ان الشمع يكون سخن جدا معانا علشان تثبت معانا كويس قوي. وهنا بقى على الجنب التاني بنثبت العجلة التانية. وهنا كل عجلتين شبه بعض، ومستخدمة نفس قماش الخامية ونفس الشكل وكل حاجة، اللي هم قصاد بعض، او يعني ماشيين في نفس اتجاه بعض، من قدام من قدام ومن ورا من ورا شبه بعض. وهنا بعد ما ثبت كده الاربع عجلات، ببدأ بقى هنا اثبت قماش من الجوخ اللي لونه ابيض على الشباك الاسود، بحيث ان هو يدينا كده شيء من الواقع. وهنا جبت وردة انا برضو كنت عاملاها معاكم في فيديو تاني، لو حابين ان انتوا تشوفوه برضو ادخلوا على القناة، اكيد هيعجبكم ان شاء الله. وبرضو كنت بعمله معاكم خطوة بخطوة، وفي اشكال كتيرة جدا جدا، فيديوهات كتيرة قوي للورد، برضو هسيبها لكم في الوصف ان شاء الله الفيديوهات دي. وهنا كده العربية بتاعتنا كانت ابتدت ان هي خلاص كده ايه تبان معالمها. هبدأ بقى هنا ان انا ازين الجزء اللي من قدام بالوردة ديت. برضو اهي الوردة دي برضو كنت عاملاها برضو فيديو تاني معاكم برضو. وهنا جبت جزء من الاسترس وقطعته كده وحطيته من قدام، بحيث ان هو يدينا شكل كده شيك وجميل. وهنا برضو بدأت ان انا اوزع جزء كده من الخرز اللي هو القشور ده. طبعا ده فيه منه اشكال كتيرة جدا، مش شرط الشكل دوت زي ما تحبوا، انا كنت حابة بصراحة الشكل ده جدا. وهنا بدأت ان انا اوزع كده بشكل عشوائي يعني من فوق كده 4. وبدأت هنا اجيب بقى جزء من صف من الاستراس بتاعنا الفضي حوالين العجل بتاعنا كله. وهنا بعد ما خلاص خلصته، هبدأ بقى هنا اعمل كده شوايل بقى اليميش. هنا انا هعمل معاكم طريقة شوال واحد بس، وتقدروا ان انتوا تعملوا كذا شوال، مكسرات بقى، فستق، بندق، عين جمل، اي بقى يميشات من الحاجات بتاعت رمضان. البلح طبعا ده شيء اساسي. هنا هبدأ بقى ان انا اقفل الشوال بتاعنا. طريقة سهلة جدا، ولو حابين ان انتوا تعملوها بالخيط والابرة برضو هتبقى جميلة جدا، ما فيهاش اي مشكلة. هنا بثبت الجزء اللي هو من الجوانب، وهنا هبدأ بقى ان انا اقفل الجزء اللي من تحت. وهنا بقى طبعا كده بعد ما قفلت بقى خلاص الشوال كده بتاعنا الجميل القمر دوت، هبدا بقى ان هنا كده اجيب بقى بلح بتاع رمضان كده، وابدا ان انا املاه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيدوا عننا بالخير يا رب واليمن والبركات. واتمنى ان فكره النهارده تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشير شير شير كتير عشان يوصل لكل الناس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش بقى الاشتراك والجرس، والاشتراك اللي تضغطوا تحت على الزر الأحمر اللي هو مكتوب عليه اشترك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل ان شاء الله افكار وحاجات جديدة. هسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف ان شاء الله كل الفيديوهات بتاعت رمضان اللي فاتت بإذن الله. وادخلوا برضو في القناة ان شاء الله هتلاقوا في افكار وفيديوهات كتيرة جدا جدا لرمضان.
ان شاء الله باذن الله هتنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه